من سنة 1934 حتى لسنة 1963 كانت واحد المقولة في أمريكا كتقول اللي غادي يخالف القانون غادي يدخل للسجن، واللي غادي يخالف قانون السجن غادي يدخل لألكاتراس. هاد المدة هذه هي عمر هاد السجن الرهيب اللي تبنى على واحد الجزيرة عندها نفس الاسم ألكاتراس. سجن ألكاتراس مبني على مساحة هاد الجزيرة كلها، محوطاه الأسوار وأبراج المراقبة والحراسة من كل جهة. يعني ما كاينش شي بلاصة في الجزيرة ماشي سجن، وما كاينش شي بلاصة في الجزيرة يمكن الواحد يمشي فيها من غير ما الحراس في أبراج المراقبة والحراسة ما يشوفوه. والأهم من هاد الشي كامل أن الجزيرة كتواجد في خليج سان فرانسيسكو، وما أدراك ما خليج سان فرانسيسكو. البحر اللي محيط بها من كل ناحية عبارة عن تيارات مائية عنيفة وأمواج عاتية مرصعة بأسماك القرش وأسماك مفترسة واحدة أخرى. اللي غادي يعرف يهرب ولا يخرج من هذا السجن ما غاديش يعرف يهرب ولا يخرج من هذه الجزيرة. ألكاتراس كان المستقر النهائي لأخطر المجرمين وكبار القتلة. لازم تكون مجرم بامتياز، يعني عندك المونسيون باش تقدر تدخل لهذا السجن، ماشي غير مجرم تافه وصافي. الحبس اللي دخليه ألفونسو جبرايل، زعيم المافيا الملقب بألكابوي. السجن اللي دخليه عميد النصابين في كوكب الأرض والمجموعة الشمسية فيكتور لوسيك، اللي باع برج إيفل 2 ديال المرات وقتلوا سفاحين وزعماء العصابات من كل أنحاء العالم، وأسماء واحدة أخرى خطيرة جدا. ألكاتراس كان المعسكر الدائم ديال منتخب مجرمي العالم، طريق اللي يمشي ما يرجعش. باش تهرب من حبس فحال هذا انت محتاج تخرج من حيطان فحال الحصون مبنية بالإسمنت القوي حتى واحد ما يقدر يحفر فيه. باش تخرج خصك تدوز على 90 حارس كلهم مسلحين واللي عندهم أوامر بإطلاق النار مباشرة من غير حتى كلمة، ومن بعد تنزل المحيط انت وزهرة. تقدر تغرق، تقدر تموت من البرد وتغرق، ولا تصرتك شي سمكة قرش. الهروب من ألكاتراس كان شي حاجة مستحيلة، يعني مرادف ديال المستحيل على مدار 30 سنة تقريبا اللي عاشهم هذا السجن. ولكن ماشي سمعته مستحيل يعني حتى واحد ما قدر يتحدى هذا المستحيل. بالعكس ما تقولش مستحيل، خصوصا مع هاد اخطر المجرمين اللي مسجونين في هذا السجن ما كيعرفوش المستحيل في حياتهم نهائيا. بعض نجوم الاجرام في هذا السجن حاولوا يهربوا، 14 محاولة هروب اللي داروا، شارك فيهم 36 سجين، ما كيأمنوش بالمستحيل نهائيا. والنتيجة كانت القبض على 23 منهم وقتل 6 وغرق 2 في المحيط، و5 وحدين اخرين اختفوا. سنة 1946 كانت واحد الحاجة فحال الحركة المسلحة داخل السجن بين السجناء والحراس. السجناء فعلا سيطروا على السجن، ولكن مع الأسف ما لقاوش السوارت. بعد 3 أيام استرجعوا الحراس السيطرة على السجن بعد ما مات منهم 2 ديال الحراس وقتلوا 6 ديال السجناء. ومن ضمن السجناء اللي حاولوا يهربوا من سجن ألكاتراس واحد 3 داروا واحد الخطة محكمة جهنمية، واخا تعذبوا ديال بصح شهور طويلة حتى نفذوا الخطة ديالهم. تسمات عملية هروبهم بالهروب الكبير بسبب دقة تفاصيلها ونجاحها لحد ما، واخا لحد الساعة حتى شي واحد ما عرفهم واش بصح هربوا ولا غرقوا ولا كلاهم الحوت. ولكن اختفائهم دار حالة غموض وساسبينس وتعاطف معهم مع انهم مجرمين. وهذا الشيء طبعا خلى هذه القصة دار في بزاف ديال الافلام من بعد. اشنو قصة هذا الهروب الكبير اذن وكيفاش كانت؟ القصة بدات في ديسمبر سنة 1961 لما الصدفة جمعت 4 سجناء في سجن ألكاتراس اتفقوا على تنفيذ خطة الهروب. السجناء هما فرانكي دي موريس اللي كان العقل المدبر لعملية الهروب الكبير. موريس كان حياته كاملة وعمره كامل معروف عليه أنه مشاكس ومشاغب لواحد الدرجة ما كتصورش، وما كانش عالم الجريمة والسجون غريب عليه. اللي كان عنده 13 سنة ودين في أول جريمة ارتكبها، يعني هذا اللي كنسميوه معتاد الإجرام أو لا مجرم بالفطرة في علم الإجرام. كان موريس محتاج مساعدين لأن الخطة ديالو ما كانش يقدر ينفذها بوحده. تقابل موريس مع 2 ديال الخوت حتى هما دخلوا لسجن ألكاتراس مع بعضياتهم، وهما
جون وكلارنس أنجلين، وحتى هادو بداو مشوارهم في الإجرام وهما في سن صغيرة وكانوا كيسرقوا البنوك، لكن في ساعات انتهاء مواعيد العمل الرسمية، يعني ما كانوش كيسرقوا البنك في أوقات العمل ديال البنوك، لأنهم بكل بساطة ما كانوش كيبغيو يقتلوا شي واحد اثناء تنفيذ هذه السرقات ديالهم، يعني خصهم غير يسرقوا صافي. من بعد شدوهم وداروهم في سجن أتلانتا. حاولوا يهربوا اكثر من مره وكانت النتيجه ترحيلهم لسجن الكاتراس. اما السجين الرابع اللي نفذ معهم الخطه ولكن ما نجحش في الهرب معهم هو آلان ويست. حتى هو حاول الهرب جوج ديال المرات، مره في سجن فلوريدا الامريكيه ومره من سجن اتلانتا، حتى تسالى به الحال في سجن الكاتراز المنيع. الخطه ديال موريس كانت كتلخص في انهم يحفروا الحي، فتحه حفره التهويه ويوسعوها حتى يقدروا يقلعوا شباك التهويه الصغير، وحتى تولي ديك فتحه التهويه يقدر الانسان يخرج منها. وهذه الفتحات ولا هذه الفتوحات كانت كتوصل لفتحات واحده اخرى اكبر منها، كتمشي منها مياه المجاري والصرف الصحي. وكانت الخطه يخرجوا من هذه الفتحات حتى يوصلوا للسطح ديال المبنى، ومن بعد ينزلوا منه حتى يوصلوا لشاطئ الجزيره ويستخدموا قوارب مطاطيه او بلاستيكيه كتنفخ بالهواء ويعوموا بها في البحر. وقبل من هذا الشيء كامل خصهم يصنعوا واحد الرؤوس بشريه في حل المونيكات، وهي رؤوس ديال الانسان بالشمع وبالصابون على شكل كل واحد منهم، وينعسوها في الزنازين بلاصتهم، يعني فوق ديك الناموسيات اللي كانوا كينعسوا عليها في ديك الزنزانات، باش ما يتكشفش امرهم دغيا ويربحوا الوقت لتنفيذ خطه الهروب. الخطه اللي تقدر تبان للبعض بسيطه والبعض غادي يشوفوها خطيره ومجنونه، ولكن ما كانش قدامهم غير ينفذوها بدقه وحذر حتى النهايه. سجن الكاتراس في ديك الوقت كان فحال واحد المصنع صغير كيصنع كل حاجه تقريبا للجيش الامريكي، وكانوا المنفذين ديال هذه الخطه كانوا كيقدروا يتحصلوا على بعض المعدات لتنفيذ الخطه ديالهم من ورش السجن، في حال ادوات الاكل مثلا او اي حاجه تقدر تعاونهم وتصلح لهم، معلقه، فرشيطه، مسمار. وفعلا صنعوا ديك الجماجم او ديك الرؤوس البشريه بالشمع والصابون، وغطاو راسهم بالشعر اللي داوه من الغرفه او من الورشه اللي السجناء كيحسنوا فيها راسهم، حتى ولات ديك الرؤوس او ديك الجماجم كتشبه لهم بالضبط. وقدروا يجمعوا قطع الخشب من ورشة النجارة اللي في الحبس باش يصنعوا به المجدف او اللوح اللي غادي يضربوا به في مياه البحر باش يزيد داك القارب المطاطي او الشمبري. وصلت ساعة الصفر 12 يونيو 1962. قرر موريس العقل المدبر ان هذا هو الوقت المناسب لتنفيذ الخطة. كل حاجة مشات كما كانت مرسومة بدقة إلا السجين الرابع آلان ويست اللي فتحت التهوية في الزنزانة ديالو ما كانتش واسعة كفاية. هنا غادي يضطروا يمشيو ويخليوه كيحاول، ولكن ملي خرج ووصل للشط ما لقى لهمش الأثر واضطر يرجع، لأن عدة الهروب أو وسائل الهروب كاملة كانت معهم. حتى لهنا يمكننا نقولوا أن خطة الهروب من سجن الكاتراس نجحت، ولأول مرة في التاريخ، لأن المساجين أو السجناء قدروا يخرجوا من السجن، هربوا من الحراسة وهربوا من الجزيرة. حتى واحد ما عرف بالهروب ديالهم حتى لغد لهيه، ملي الحراس اكتشفوا أن اللي ناعس على ديك الناموسيات مجرد رؤوس مصنوعة من الشمع والصابون وماشي مساجين. واستمر البحث على هاد السجناء سنين طويلة حتى تقفلت القضية سنة 1979 بدون نتيجة قاطعة. قفل سجن الكاتراز بعد سنة واحدة من هذه الواقعة، يعني أن عملية الهروب هذه هي السبب في الإقفال ديال هذا السجن. وهنا الحكومة الأمريكية غادي تقرر أنها ما عندهاش تمويل لازم لصيانة هذا السجن الأسطوري اللي تحول المتحف ومزار سياحي، ولكن مصير السجناء اللي هربوا منه مازال غامض لحد الساعة، بحال أي حادثة اختفاء غامضة في العالم. بدات كتنشر عليها قصص وأساطير مثيرة، بحال مثلا أن الأخوين أنجلين نجاو من الغرق، وأن الأم ديالهم كانت كتجيها رسائل وبطاقات معايدة كل سنة، وأن هاد الأخوين حضروا الجنازة ديالها متخفيين، وأن صديق العائلة تلاقى بهم في البرازيل سنة 1975، وبزاف ديال القصص واحدة أخرى. طبعا قصة الهروب الكبير
ألهمت صناع السينما بزاف، تعمل عليها بزاف ديال الأفلام، أشهرها سكيب فروم الكاتراس اللي دار البطولة ديالو كلينت ستود سنة 1979، إلى غيرها من عشرات الأفلام اللي دارت على نفس السجن واللي تصورت في السجن من بعد ما تقفل. وهذه كانت لمحة بسيطة على أخطر وأغرب سجن في العالم، وعلى محاولة الهروب الوحيدة اللي أكيد كتعتبر ناجحة، خصوصا أن حتى شي واحد ما عرف اللي هربوا فين مشاو وشنو المصير ديالهم. إلا عجبتك الحلقة دير لايك، ولا عندك أفكار تقدر تكون موضوعات للحلقات القادمة اكتب لنا في التعليقات. نتلاقوا في فيديو جديد، مع السلامة.